لو عايزة قراقيش زي اللي انت شايفاها قدامك الجميلة دي، تعالي معايا يلا. هقولك في أقل من ربع ساعة هتعملي أحلى قراقيش وهتطلع معاكي زي ما انت شايفة كده، لونها ذهبي وجميل. يلا بينا، تعالي ندخل على المقادير وأقولك جبنا ايه وعملنا ايه. يلا تعالي معايا. هاتي يلا 4 كوبايات دقيق، عليهم رشة ملح، عليهم كوباية سمنة دافية، مش عايزينها تكون سخنة قوي، دافية كده سخنة. نص كوباية سكر، كوباية حليب دافي، عليه باكو خميرة فورية. أول حاجة هتحطيها رشة الملح طبعا، وكوباية الحليب الدافي بالخميرة، ومعاهم معلقة سكر. حطي معلقتين سكر، حطي السمنة وقلبي كويس الدقيق، قلبيه في قلب بعضه كويس جدا لغاية ما تكوني في ايدك عجينة لينة. اذا احتاجتي كوباية حليب دافي تاني حطي. الحليب ما بيخليهاش تبقى ناشفة يا جماعة. اهو زي ما حضرتك شايفة كده العجينة، بصي تكون بالمنظر اللي قدامك دوت. تمام كده، غطي العجينة بقى وسيبيها تخمر. ومجرد ما تخمر، في الشتاء بتخمر بعد ساعة، تقدري تستعمليها. في الأيام اللي هي حر، ربع ساعة وتلاقي العجينة خمرت. شكلي العجينة زي ما تحبي، عايزة تشكليها قرص شكليها واحشيها بالعجوة، أو أنا قسمت العجينة عملت نصها بالعجوة وعملت نصها بالشمر واليانسون. طلعت زي ما انت شايفة كده قراقيش جميلة محشية بالعجوة، وطلعت كمان قراقيش بالشمر واليانسون تحفة تحفة تحفة. اعملي القراقيش في البيت، بتبقى احلى واطعم. ووفري لان الحاجات دي بقت بره غاليه جدا، فانت لو عملتي في البيت هترمي معاكي كميه حلوه كتير، وكمان هتكون انضف واحلى، وحاجه انت عاملاها بايدك لولادك. فرحي بيتك واعملي لهم كل حاجه في البيت.